السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل موضوع عن اللمبات الليد دي. اللمبات دي جميلة قوي وإضاءتها حلوة وبتعيش يعني، بس هي الفترة الأخيرة بدأت تبوظ بسرعة. فيعني أنا في لمبة جايبها تقريبا دي قعدت حوالي 3 4 أيام واتحرقت طفت. طب وبعدين أنا كل يوم هقعد أشتري لمبة؟ فقلنا نشوف مشكلة اللمبة دي ايه اللي بيخليها تتحرق أو لو بتتصلح أو كده. بنفتحها بالشكل ده كده. في ليدات الصغيرة دي، في واحد غامق اهو، غالبا بيكون هو ده المشكلة المحلول. فممكن نروح احنا شايلينه خالص كده. احنا طبعا ما جربناهاش في الأول عشان برضه حضراتكم تبقوا شايفين معانا، دي دوائر متوصلة على طول يعني. بالشكل ده هي وصلها كهرباء. فاحنا ان شاء الله خلعنا الليد طبعا المحروق وهنلحمه ونوصله ببعضه. احتمال كبير قوي انها تشتغل يعني ان شاء الله. فعلى بركة الله حتى هشتغل فيها وهي في الكهرباء كده عشان برضه زيادة تأكيد ان كلامنا مش ان كلامنا في محله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الليد المحروق اهو هنقفله بالقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده مجرد بس سنة قدير، لأن هو الفرق بينهم بيبقى شعرة. لما بيتحرق بيبقى المعدن بينه وبين التاني شعرة، فبتحط فيه قدير زي كده. كده اشتغلت اللمبة. اشتغلت اللمبة. فكرة بسيطة خالص، تصليحها حاجة سهلة قوي. بس الحظ انها في اوقات ممكن ما تتصلحش يعني، عشان برضو المصدرية يعني. بيبقى الحرقة اكتر من ليد، فبتبقى الكارتة كلها باظت يعني. انما هنا بيبقى ليد واحد. عموما هو لو ليد واحد باظ بيطفيها برضه، انها متوصلة على التوالي، واحد مدي الواحد مدي الواحد، فلما واحد في النص بيبوظ بيطفيها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.